معالي الرئيس، سعادة الوزير ذكر الخطة واضحة بالنسبة لنا، وهذه هي المشكلة. الخطة واضحة بالنسبة لأصحاب القرار، مو واضحة للناس. مفروض احنا نقول للناس يا جماعة هذه التخصصات فيها تكدس. المثال الهندسة في اسكتلندا، يعني معناته هذه مثال بأن المخرجات البحرينية تحتاج إلى معالجة. الناس ترى سيقدمون على القطاع الخاص، لكن إذا كان هناك الشركات الخاصة والقطاع الخاص يستقبل هؤلاء. ولذلك أنا يعني لما أتكلم عن هذه القضية ليس شخصنا، ولكن هو وصف لهذه الحالة. التوجيه الأكاديمي في المدارس للأسف لا يقوم بعمله الذي الواجب عليه. يجب أن يوضح للطالب ما هو الموجود والمتاح وما هو ليس موجود ولا متاح، لأن أغلب أولياء الأمور لما يشوفون يعني بناء على رغباتهم يوجه ولده في الكلية الفلانية والتخصص الفلاني، ثم يجد بأن هناك يعني عدم رغبة في هذا التخصص. شكرا معالي الرئيس.